السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم طاجن المسقعة، وطالع بقى بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين، بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة ومخدتش اي وقت، ومعلقتين بس زيت. يعني ما حمرناش بقى البتنجان والبطاطس، يعني تعتبر اقتصادية وصحية في نفس الوقت. ندخل بقى على الطريقة على طول. هنا بقى الطاسة حطيتها تسخن على النار وحطيت فيها معلقتين زيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول الزيت بقى ما يسخن هننزل ايه بالفلفل معايا اخضر، متقطع بقى كده ايه، شرايح، وحاطه فيه ايه 2 حرقين كده. اللي مش حابب بقى اللي هو الحامي ده يشيله يعني. هنشوحه بقى كده شويه في الزيت. هننزل برضو عليه بايه، ببصلايه كده متوسطه متقطعه جوليان كده، مش كبيره قوي يعني البصلايه، ولا صغيره، وسط كده. انتوا عارفين بقى المسقعه بنحمر لها البتنجان وكده بتاخد بقى زيت كتير، بس انا النهارده بقى هعملها معاكم بطريقه يعني سهله خالص من غير تحمير بتنجان ولا اي حاجه. هنا بقى البصل بتاعي بدأ يدبل كده. هنحط بقى معلقة كبيرة توم مهروس. هنا بقى كده الخضار كله بقى كده اتشوح مع بعضه. هننزل بقى بعصير الطماطم. دي طماطم فريش يعني لسه ضربها في الخلاط، اللي عنده بقى صلصة ممكن يحط يعني ايه صلصة. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. زودتها حوالي ايه نص كوباية مية كده. هنحط برضو معلقة صلصة. ده ملح وسكر وكمون وفلفل اسود. طبعا حاطة معلقة صغيرة سكر عشان بس الايه الطماطم وكده والحموضة يعني ما تتعبش المعدة. هنقلبهم بقى كويس مع بعض ونسيبها ايه لحد ما تتسبك. هنا بقى الصلصة بتاعتي خلاص بقت جاهزة. هنروح بقى ايه عشان نعمل بقى الطاجن بتاعنا. جبت بقى الطاجن اللي انا هستخدمه، ممكن بقى تستخدمه يعني اي صينية موجودة عندكم. انا حبيت يعني اعملها في الطبق الطاجن اللي هو البايركس ده. هنرص بقى شرايح البتنجان كده. هنرص عليها برضو شرايح بطاطس. ممكن بقى اللي حابب يشوحهم كده في الزيت، البطاطس والبتنجان عادي، بس انا بصراحة ما حبيتش يعني ايه احمرهم، عشان الوصفة تبقى خفيفة كده واقتصادية يعني ما ناخدش زيت كتير. هننزل بقى بكمية كمان عليهم بقى من الصلصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفلفل كمان الاخضر اللي بيبقى في الصلصة ده بيبقى طعمه جميل خالص، بيدي طعم جميل للمسقعة يعني. هنرص بقى بقية كمية البتنجان برضو والبطاطس اللي متبقية معايا بنفس يعني الطريقة الايه الاولى. ممكن برضو اللي حابب بقى يحط معاها لحمة معصجة ولحمة مفرومة برضو يعني تبقى جميلة، بس انا حبيت بقى اخليها كده ايه طاجن مسقعة كده سادة يعني.
هنا بقى بعد ما رصيت بقى كل شرايح البتنجان وشرايح البطاطس اللي انا يعني كنت محضراها، هننزل بقى عليهم ببقيه الايه كميه الصلصه كلها بقى مره واحده. انا بحاول احط يعني كده بالراحه عشان تنزل في الجناب. هنا بقى بعد ما فضيت بقى كل الصلصه اللي معايا، هنحط بس قرنين كده فلفل كده على الوش، هيدوا شكل وطعم. هنغطيها بقى بورق فويل، وندخلها بقى الايه الفرن. أنا طبعا كنت مسخنه الفرن، هنطلعها بقى ان شاء الله لما تستوي. هنا بقى ما شاء الله الطاجن خلاص بعد ما استوى وخد بقى اللون الجميل ده. بقول لكم يعني ما شاء الله ان البطاطس والبتنجان مستويين خالص. نجيب طبق بقى ونغرف معاكم ايه فيه يعني شويه عشان تشوفوها بقى من قريب. بصراحه كان طعمها جميل خالص، كانت فيها نسبه حرقان بسيط كده، كان مديها طعم ايه روعه خالص. وصفه ما شاء الله سهله وبسيطه وما خدتش يعني اي وقت. بوريكم بقى ان البتنجان ما شاء الله مستوي خالص والبطاطس، عشان يعني محدش يفكر ان هما يعني ايه ما استووش. نتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.